في الوقت الذي يعرف قطاع التعليم مشاكل كبيرة بسبب تراكم فشل الإصلاحات وتعدد الفئات المتضررة التي ترفع مطالبها، يقرب بن موسى من دائرته أشخاصا ليست لهم أي خبرة سياسية أو نقابية كبيرة، مما يؤشر على مزيد من الارتباك في علاقة الوزارة بالأساتذة، لا سيما بعد فشل مشاورات النظام الأساسي التي امتدت لما يناهز سنتين قبل أن يدخل رئيس الحكومة على الخط. ومن أبرز هؤلاء نجد المدعوة عائشة أقلعي، الصحفية سابقا ومسؤولة التواصل بوزارة التربية الوطنية، حيث جاء بها بن موسى إلى الوزارة بعد أن كانت مشرفة على قطب التواصل داخل لجنة النموذج التنموي، التي كانت مهمتها هي تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والاستماع إلى الرأي العام المعبر عنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتفيد المعطيات أن مهمة أقلع داخل وزارة التربية الوطنية باتت تتجاوز مسؤوليات التواصل، إذ صارت لها هي الأخرى كلمة قوية داخل الوزارة بحكم علاقتها بالوزير بن موسى، بينما يشتكي نساء ورجال التعليم وممثليهم بالنقابات والتنسيقيات من ضعف كبير في التواصل، إلى جانب ما تنطوي عليه خرجات بن موسى من ارتباك غير مسبوق لدى من مروا بمسؤولية القطاع. وإضافة إلى هذا الاسم، توجد متحكمة أخرى في مصير المدرسة العمومية المغربية، إنها المسماة سناء الريسوني، وهي مكلفة بمهمة بديوان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتتمتع هي الأخرى بمكانة قوية ونفوذ داخل الوزارة، إلى درجة تكليفها من الوزير بخرجات تواصلية لتوضيح مضامين خارطة الطريق لما سمي كاذبا وزورا بإصلاح المدرسة العمومية. وتحظى ريسوني بمكانة بارزة داخل وزارة التربية الوطنية، مما جعلها من الأسماء المؤثرة في قرار الوزارة، دون أن تكون قد راكمت خبرة طويلة داخل قطاع التربية الوطنية. كما يبرز في الصورة أحمد الجماني، وهو مدير بديوان وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، كأحد المؤثرين في صناعة القرار داخل الوزارة، بينما لا يحيل مساره على خبرة بوزارة التعليم، باستثناء كونه باحثا في علم الاجتماع متخصصا في الثقافة الحسانية ومهتما بالتنمية المجالية، لكن الرياح التي جاءت به إلى وزارة التربية الوطنية هي نفسها رياح اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي كان ضمن أعضائها قبل أن يصطحبه بن موسى إلى جانبه للوزارة، وهو الحاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس، واشتغل سابقا مكلفا بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما كلف ما بين 2013 و2015 بإدارة التعاون الدولي ودعم المجتمع المدني بوكالة الجنوب.